لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صراع نعم، فيه ديربي، فيه تنافسية، فيه إثارة، وهنا أيضا لقطة أيضا معبرة. الكل حاضر، الكل يريد أن يكون مشاهدا مناصرا متابعا مواكبا لديربي الرباط بين الجيش الملكي والفتح الرباطي، حيث سنتابع تفاصيل ال90 دقيقة التي نتمنى أن تتميز بها. تعطى في هذه اللحظات انطلاقة ديربي الرباط هنا في مدينة القنيطرة بين فريق الجيش الملكي والفتح الرباطي للانسداد في الخط الأمامي الرأسية ومباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. ضربة مرمى، هذه هي البدايات، وهذا صراع البدايات، وهذا لصالح فريق الفتح الرياضي الرباطي. من الجهة اليسرى إمكانية المرور عن طريق أمين عزري، يحاول يمر ولكن الحكم يتدخل ويقول هنالك مخالفة. الذكي القريب من الخطأ الماضي، ونشاهد هنا عملية القيام بالمراوغة والسعي لرفع هذه الكرة، كرة ممتازة راسية ولكن هنالك تغطية. البدايات في الديربي هكذا هي، فيها توجس، فيها حذر، فيها أيضا عدم التسرع والتعامل. تعطيك على انه الناديان يزخران بالتجربه الكافيه من اجل اعطائنا مباراه جميله ومباراه الخلفي. زاويه تنفذ داخل منطقه الجزاء الراسيه ولكن مباشره الى خارج رقعه الميدان. العميد يرتقي، العميد ربيع حريمات وثق فيه بشكل كبير. نشوف هنا كره اماميه اخذت ثقه من وليد الركراكي في الفتره السابقه، 24 سنه. يرجع كورتو للخلف، خرج الكرة مباشرة خارج الخط الجانبي الملعب. عزري اعتقد انه تعرض للاصابة، الشيء الذي جعله لاعب اعطى امكانيات جيدة وايضا دور جيد رغم فريق الجيش الملكي. كرة في خط الوسط، كرة امامية، محاولة فرصة والحكم يتدخل ويقول هنالك مخالفة خارج منطقة الجزاء مع توجيه بطاقة صفراء. توجيه بطاقة صفراء الحارس. شوف هنا ايوب الكرد، شوف هنا على ما يبدو تنفذ داخل منطقة الجزاء راسية، كرة ممتازة، جول الفتح يسجل الهدف الأول، الفتح يسجل الهدف الأول. يعني الطريقة اللي جاءت من خلال الكرة الماضية، احتفالية الجماهير القليلة للفريق الفتح الرياضي الرباطي هنا في المدرجات. الكرة التي كانت عالية والرأسية التي أتت من إيرفي. لحظات الهدف رقم 7، نعم هذه الأرقام الصحيحة. الهدف رقم 13 للفتح الرباطي هذا الموسم، والجيش الملكي يتلقى الهدف رقم 7. كرة ملعوبة أمامية، فرصة تمرير جانبية رأسية لا زالت مستمرة ومباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب، خارج الخط الخلفي للملعب. كرة ممتازة، فرصة مواتية، فرصة مواتية كان بالإمكان أن تكون في المرمى. كيف نبدأ الزاوية لأنه الآن تعبت الكرة بشكل سريع، فرصة من جديد ولكن خطأ إلى خارج الخط الخلفي للملعب. السرعة في التعامل مع مجموعة من الكرات الأمامية. نعم تحدثنا عن جانب من، نشوف هناك من يحاول ما يمكن أنه يمرر داخل منطقة الجزاء لكنها لم تكن بالشكل المطلوب. فالجيش الملكي، الجيش الملكي يبدو أنه يبحث عن الحلول في الخط. رضا سليم، مفيد يحافظ على كورته في المساحة الضيقة، في المساحة الضيقة كانت هنالك الرغبة من أجل لامين دياكيتي، بدأ عن دياكيتي يحافظ على كورته، تمريرة داخل منطقة الجزاء ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. تحدثنا على إيكمان، ما نساوش الشيخ. رضا سليم، يدخل رضا سليم يبحث عن التمرير، كما يفعل إيكمان داخل منطقة الجزاء راسية. لقطة تؤكد أن الارتباك في دفاع فريق الفتح الرباطي كان كبيرا. لامين دياكيتي لم يتعامل معه بالشكل المطلوب. محاولة من جانب الشو السريع الشو يدخل بها داخل منطقة الجزاء لكن هنالك تغطية من الدفاع وضربة مرمى للجيش الملكي. تحركت المباراة. كرة ممتازة على مستوى الخط الأمامي ولكن لا جديد
نشوف هنا فرصة تمريرة داخل منطقة الجزاء، فرصة بالراس، ولكن هنالك تغطية من جانب Go!